أجدال إلى طنجة إن شاء الله. ما شاء الله الجو رهيب في الرباط اليوم، يعني غير طبيعي. بارك الله. شوفوا معي محطة القطار. صراحة المكان كأنك في مطار، مو محطة قطار. ما شاء الله رهيب. مكان واسع، يوجد فيها المطاعم، كل شيء موجود فيه، الكوفيات، كل شيء. باقي رحلتنا إلى طنجة حوالي 20 دقيقة. قطعنا التذكرة جاهزة، بس يتحرك القطار نروح إلى طنجة إن شاء الله. ننقل لكم صورة جميلة على مدينة طنجة. حجزنا من هنا. هذه القاعة طبعا حق الانتظار، صالة الانتظار، بس عاد ما دخلنا. وأخيرا وصلنا طنجة. الحين نزلنا من القطار متوجهين إلى الأوتيل إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله نزور الأماكن في طنجة، وإن شاء الله نوريكم أجمل أماكن في طنجة بإذن الله. وهذه عروسة الشمال طنجة، تحت المدينة القديمة، برفقة الأخ مهدي من مدينة طنجة. أخ مهدي، ممكن تعطينا معلومة عن مدينة طنجة؟ نعم أخي العزيز، يا مرحبا بكم. هو الأول على راسي والله، أحلى ناس والله. والثاني احنا هنا على جنب البحر. هذا شاطئ مرقالة، شاطئ مرقالة على اليمين، وعلى الشمال هو منزل المدينة القديمة. مدينة طنجة على ما أعتقد هي تتميز بالبحر، صح؟ مدينة طنجة هي تتميز بالبحر وحتى الطبيعة، وفيها فيها من كل فن طرب. ما شاء الله المغرب يا أخي جميل، كل مدينة أحسن من الثانية. أنا أقول درجة ثانية بعد الرباط هي طنجة. يا هلا يا مرحبا، هي عروسة الشمال بامتياز. على راسي والله، أحلى ناس أهل طنجة، وإن شاء الله وهذا جمال طنجة. إن شاء الله تزوروا كل الأماكن السياحية معنا بإذن الله. على راسي والله، أطيب ناس. على راسي يا حبيبي. والله الأوتيل شوف على إطلالة جميلة جدا، ما شاء الله. مدينة طنجة رهيبة. وصلنا فندق فريمونت. هذا الفندق طبعا هذا فندق فريمونت، صراحة فندق رهيب. رقم غرفتنا 604. خلونا ندخل نشوف الغرفة مع بعض. بسم الله. هذه الغرفة ما شاء الله جميلة جدا. هذا السرير، وهذه الشاشة. هذا طبعا حركات حق الفندق. الفندق ما شاء الله، شوف أجمل إطلالة على المدينة، ما شاء الله. شوف واو، أجمل إطلالة. الفندق خدمات مميزة صراحة، رهيبة جدا. طبعا هذا الطواليت، وهنا خلصنا، وإن شاء الله نقول لكم أجمل صورة عن مدينة طنجة. Goodbye.